المجموعة الإرهابية متورطة بتنفيذ عمليات خطف وتسليب في منطقتي الدورة وأبو دشير، إضافة إلى مقايضة الأهالي على المختطف ومن ثم يتم قتله. أما ذوي الضحايا فالكلام لا يكفي لوصف ما بداخلهم من ألم وحرقة إلا بالمطالبة بمصير يوازي ما اقترفته أيادي الإجرام بحقهم. طفل هذا عمره يوميا يبكي على مخدة أبوه، هاي حق الأبر اللي يضربهن لأبوك، هذا جزات الإحسان ترجعي له هذا؟ بس شو أقول حسبي الله ونعم الوكيل بي. اجى للمحش قال له اريد رقم وهاي ما اعرف على شغله شنو، كلب حيوان. حسبي الله من اول. مثل ما عذبوا ابني بالشاكوك اريد يتعذبون حرق والله العظيم. شلون الشاكوك ولكم انتم مش اسلع؟ يتمتي قعدت ببيته واكلت لقمته. شوفي بهار لا تجيني يمي، لا تجيني يمي اكلك والله، هديني اكلك حنان. اكلت ببيتي وشربتي وقعدتي وهجمت بيتي طردني على مودك. هذا المشهد والموشح بالأسى والحزن كان ردة فعل لمن فقد زوجا أو ابنا أو أخا وهو يواجه قتلتهم. أصل الحكاية يبدأ من المجرمة حنان حين تستدرج الضحايا بعد توفر المعلومات اللازمة من قبل أفراد العصابة المكونة من 7 أشخاص، والتي ألقي القبض عليها من قبل اللواء السابع في الشرطة الاتحادية الذي أجرى كشف الدلالة في أماكن تنفيذ عملياتهم الإجرامية بمنطقة أبو دشير، حيث يتم في البداية وضع خطة منظمة من قبل أفراد العصابة بحسب عمل كل ضحية. جابوا لي الرقم مالته أبو عمار ووسام، فخابرته أني بالبيت هنا، خابرته وهو أنا عرفه من زمان، يعني من كنت قاعدة بالإعلام. خابرته سلم عليه فقالوا لي قولي لي عندنا بيت نريد نبيعه بأبو دشير. زين فاجى الضحية هو حان تطلع بغير مكان تنطب عليها انا وصلاح وياها موجودين، طب عليها استخبار داخليه وهاي شده وهاي. يقول استخبارات انتم مو استخبارات؟ احنا مو استخبارات سيدي، صلاح يقول استخبارات، طب عليه اسحب سلاح عليه. المساومة على الفدية ثم القتل طريقة اتبعتها العصابة في عملها، فبالرغم من إخضاع ذوي الضحايا لشروطهم إلا أن قتل الضحايا كان قد تغلغل في نفوسهم، فاتبعت العصابة هذه الآلية. من آخر شيء نستلم الفدية وقالت يابا هذول يوصلوا لي وهذا شلون لازم نتخلص من عنده. زين نجيبه حبل، نلف الحبل ونلفه على رقبته بشاكوش ونلفه بالبطانية ونصعده بالسيارة ونشمره. ستار طلع للشارع يتمشى، خاف اكو مثل عالم لو دورية تمشي، وانا وصلاح شغلنا السيارة وانا اسوق بالسيارة، طلعنا يم الحواسم طبقنا بصف الهياكل، نزلنا الجثة وطلعنا رحنا للبيت. هنا ترمى جثث الضحايا بعد أن تسلب الأرواح في ذلك المنزل. الدوافع مادية شيطانية إجرامية، أما المحصلة فهي مجموعة من الأيتام والأرامل وألم الفراق على الأحبة. عباس نعم، قناة العراقية، بغداد.